السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال طيبين ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الماسك للسيدات البنات اللي تيعانيو من جفاف البشره، خاصه دابا في هذا الفصل هذا الجو بارد. البشره ديالهم تتنشف. تنحسوا بالبشره ديالنا مجبده بقوه، ما تتنشف، مقشره، شاحبه، ما فيهاش ديك النضاره. هاد الماسك اللي جبت لكم تيعالج جميع هاد المشاكل وتيعطيكم واحد النضاره، واحد الرطوبه من اول استعمال. كما تتشوفوا هنا الماسك ديالي غنستعمل فيه لافوكا. تناخذ واحد نص لافوكا تكون هكا صغيره، تنمعسها مزيان بالفرشيطه. بالنسبه للبنات اللي ما متوفرش عندهم لافوكا، يمكن لهم يعوضوها بالبنان، ياخذوا طريف د البنان يمعسوه ويستعملوه في هذا الماسك هذا. راح حتى هو نفس النتيجه اللي تيعطي. تنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي ومعلقه صغيره ديال العسل الحر، وتنخلط العناصر كاملهم مزيان. كما قلت لكم، اللي ما متوفرش عندها لافوكا يمكن لها تستعمل البنان وتضيف معاه معلقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي ومعلقه صغيره ديال العسل. تنخلطوا العناصر كاملهم مزيان. تنظفوا البشره ديالنا من المكياج ولا حتى ليكرون. الا كنتو دايرين ليكرون خاصكم ديماكيون وجهكم مزيان، عاد تغسلوا بجيل نيطوايون باش تغسلوا. تطبقوا الماسك على الوجه ديالكم، تتخليوه نصف ساعه، من بعد تتغسلوا تتحسوا بواحد النضاره، واحد الرطوبيه في البشره ديالكم غزاله بزاف. هاد الماسك هاد تديروه نهاريه نهار لا، وتداوموا عليه، راه تيعطي واحد النضاره وتيرطب لكم البشره ديالكم. خاصه في هذا الفصل هذا كما قلت لكم، تنحسوا بالبشره ديالنا تتنشف. وكذلك حتى واحد المعلومه اخرى، هذا الماسك هذا يمكن لكم تستعملوه قبل ما تطبقوا المكياج، تيعطيكم واحد النضاره وتيبان المكياج ديالكم في واحد النظره، في واحد اللمعه غزاله غزاله بزاف. كما قلت لكم، هذا الماسك هذا داوموا عليه في هذا الفصل هذا، غادي يهنيكم من شي حاجه سميتها جفاف البشره، شي حاجه سميتها القشور اللي تيخرجوا لنا في البشره، البنات اللي تيحسوا حتى بالبشره ديالهم تتولي حمراء 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 ملي تيخرجوا في هذا البرد هذا. هاد الماسك هذا غير داوموا عليه، واللي جرباته ترجع للفيديو تخلي لي كومونتير تقول لي كي جاها. صراحه شي حاجه اللي رائعه رائعه بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.